حكايه النهارده هتكون لعشاق الميرينجي واللي انا منهم طبعا، بس مش كل من هو شجع ريال مدريد يعرف المشاكل اللي كان فيها النادي زمان، بالذات قبل ما يجي عم الكوكب في البيزنس وتخليص المشاكل وحلال العقد فلورنتينو بيريز. الراجل ده ماشي بمبدأ انا لوحدي دوله، الراجل ده اشتغل في كل حاجه، سياسه واقتصاد وحتى مهندس مدني، وثروته الوقت تخش على بتاع 2 مليار دولار. يعني الراجل ده دماغ شغاله مش بتنام. انت معايا ولا ايه؟ انزل ارزع على لايك وفولو وسبسكرايب عشان انا مش عارف انت بتتفرج فين. بس انا مش جاي احكي عن قصه بيريز بالظبط، يعني انا جاي احكي ازاي مشجعين ريال مدريد بيعشقوا بيريز، ومش مشجعين الالفينات خالص اللي يفهموا الكلام ده، وممكن كمان نقول التسعينات، ممكن نقول اواخر الثمانينات، واللي هم الوقت بيلعبوا في سن ال30. المهم الحكايه دي ازاي بدات وازاي بيريز عمل جيل الجلاكتيكوس. بيريز بدأ مع ريال مدريد من زمان جدا، وطبيعه بيريز ان هو مكار وذكي وعارف القرد مخبي ابنه فين، وكمان اللي اكتشفناه فيه ان هو بيحب الشو واللقطه. والله العظيم ما قصدي عليك، بيريز ده في قاره تانية اصلا، خليك مكانك. المهم تيجي سنه 2002 وبيريز يقرر انه هيترشح لرئاسه ريال مدريد، بس الموضوع ده كان شبه مستحيل لان لورينزو سانز رئيس ريال مدريد وقتها كان لسه بادئ يرجع امجاد ريال مدريد من تاني، وفي ظرف 5 سنين لرئاسته للنادي حقق الفريق 2 دوري ابطال بعد غياب 32 سنه، والراجل كمان كان حاطط خطط مستقبليه للفريق، وكانت الدنيا 100 فل و14. بس الريال كان عنده مشاكل ماديه كبيره جدا، واللي كانت ممكن ربع مليار يورو، انت مستوعب؟ بس دي كانت اول ثغره ممكن يستخدمها بيريز، وساعتها بيريز وعد جمهور ريال مدريد ان مع الفوز بالانتخابات هيخلص كل الديون اللي على النادي، وكمان عمل عرض تاني يتمناه اي جمهور في العالم، وهو انه اطلق الحريه للجمهور انه يختار اي لعيب يتمناه في العالم انه يجيبه ريال مدريد. يعني من الاخر الجمهور يتمنى وانا عليا تحقيق الامنيه، بس بيريز شرط انه يكسب الانتخابات الاول. بس كان رد الجمهور على بيريز كان تعجيزي، بمعنى ان الجمهور طلب لويس فيجو قائد برشلونه وافضل لاعب في العالم وقتها. طبعا الكلام ده على ارض الواقع مستحيل، بس مفيش حاجه اسمها مستحيل جنب الراجل ده. بقول لك افضل لاعب في العالم وقائد الغريم التقليدي ليا، انت فاهم؟ اكيد الراجل ده مش هيجي بسهوله يعني. بس الغريب واللي ما كانش متوقع ان بيريز وافق على طلب الجمهور، وبدا بيريز في خطه لضم لويس فيجو. واول نقطه واول ثغره استخدمها بيريز لضم لويس فيجو هي العلاقه المتوتره ما بينه وبين الاداره، وكانت المشاكل دي بسبب ان لويس فيجو ما كانش واخد وضعه داخل الفريق. من الاخر وعايز يبقى رئيس اسطوات الفرقه، يبقى الاسطى الكبير والكوماندا يعني، وهو اللي يقشر ده يروح يمين وده يروح شمال. ساعتها بيريز بيقعد مع وكيل فيجو وبيقول له انه ممكن يدي للويس فيجو حجمه اللي هو عايزه بس في ريال مدريد، وممكن يبقى الاسطى الكبير ويمسك العصايه كمان، وانا كبيريز يا عم هعمل حركه جدعنه وهدفع له الشرط الجزائي اللي هو 60 مليون يورو لبرشلونه، ويا عم كمان حركه جدعنه وهبقى احسن منك وهديك 3 مليون يورو دلوقتي عربون محبه، ويا عم كمان اذا خسرت الانتخابات خد ال 3 مليون يورو حلال عليك. اظن كده بقى مالكش حجه، قلبت لك البحر طحينه. لكن لو كسبت الانتخابات مفيش حاجه اسمها خلعان، انا هجيبك اذا كان انت او اللعيب بتاعك، وساعتها مش هجيبك المكتب وقعدك عندي، انا هجيبك بكلبوش، وانا كمان عشان اضمن حقاتي يابا. وانت بتمضي دلوقتي ان انت هتاخد 3 مليون و60 مليون هدفعهم لك شرط جزائي، اذا حبيت تخلع يا عم انا مش هحبسك، بس خليك تدفع لي 40 مليون يورو. المهم ان الموضوع ده خلص ان وكيل لويس فيجو مضى على العقد، وقال لك واحد زي بيريز ده راجل اهطل ولابس نضاره كعب كوبايه ولسان على الفاضي، لكن بيريز كان مدقدق وعارف هو بيعمل ايه. بيريز قبل الانتخابات بكام يوم عمل حركه مكر وذكاء شويه وسرب العقد بس مشوش، بس باين توقيع وكيل فيجو، بس الموضوع خد الترند بتاعه ونزل عادي تاني، مفيش مشكله يعني. وفيجو طلع هدى الحوار وقال لك انا ما عملتش حاجه من دي وما مضيتش ريال مدريد، بس بريز سابه على هواه وما رضاش يكرت له. المهم بعدها بكام يوم تطلع نتيجه انتخابات ريال مدريد ورسميا بيريز رئيسا لريال مدريد، وطبعا دي كانت صدمه للويس فيجو ووكيله، وكانوا ناويين يجيبوا ورا، بس بيريز كان دايما يفكرهم بال 40 مليون والكلبوش، وكان كل تفكير لويس فيجو في الوقت ده انه ازاي يخرج من الازمه دي، واللي كان عامل رئيسي فيها طمعه وجشع هو ووكيله. وطبعا بعد ما الموضوع اتسرب وتعرف اداره برشلونه بترفض انها حتى تدفع المبلغ، لان لويس فيجو ما يقدرش على المبلغ ده من الاساس، واداره برشلونه من الاخر اختارت الخساره القريبه احسن من المكسب البعيد، وبما ان فيجو اختار الفلوس عن النادي والجماهير يبقى يروح لها، ويا عم ربنا هاني سعيد بسعيده. وساعتها بيريز بيدفع 60 مليون يورو الشرط الجزائي، ورسميا لويس فيجو لاعبا في ريال مدريد. بيريز قال بقى خلاص يا معلمين انا جبت لكم فيجو وجبت لكم اللي انتوا عايزينه، اتلاقوا فيه زي ما انتوا عايزين وسيبوا لي انا بقى احل مشكله الديون. ولان بيريز ذكي ونجح في كل شغلانه اشتغلها اذا كانت سياسه او اقتصاد او حتى تعليم، فحل مشكله ريال مدريد كالاتي: بيريز من كلها على النادي وانهم اداره فاشله وما بيعرفوش يعملوا حاجه وهيفضلوا يغرقوا النادي في الديون. طبعا فضل كده من سنه 95 لحد سنه 2000، وطبعا اللي عمله ده ووصل لرئاسه
رئاسه النادي. بيريز شاف ان افضل حل ان النادي يكون له علامه تجاريه ضخمه جدا، وتفكير بيريز كان جايبه ان طبعا ده مش هيحصل غير ما يجيب نجوم العالم كل سنه في الفريق، وده يخلي للنادي قاعده جماهيريه اكبر في العالم كله، وده يخلي مثلا ان نسبه مبيعات التيشيرتات في العالم للفريق هتكون عاليه لانه هيبقى فيه نجوم. بس كان في مشكله هنا بقى، انه ازاي هيجيب النجوم دي والنادي عليه مديونات بربع مليار يورو، وده كان رقم ضخم ساعتها. وبعد ما دفع 60 مليون يورو بتوع لويس فيجو، النادي كان محتاج حاجه كده يمشي نفسه بها يومين، عم حتى مشكله الديون دي تتحل. بيريز نقى افضل عناصر الفرقه وقام راح بيعها، زي انيلكا وفرنالدو رودوندون، باع رودوندون للميلان وانيلكا لباريس سان جيرمان، والصفقتين دول وصلوا قيمتهم ل 52 مليون يورو. بس كده في مشكله، ممكن الفريق يضعف، ممكن يحصل له انكسارات، لان بيريز استغنى عن افضل لعيبه عنده. بس بعدها ريال مدريد ما يكدبش خبره وتعاقد مع ماكيليلي من سيلتا فيجو ولوريس، بس ده طبعا بسعر ضعيف شويه. بعدها بيريز قدم طلب لبلديه مدريد بتحويل ارض التدريبات لارض صالحه للبناء والمشاريع التجاريه، وبلديه مدريد بتوافق على الطلب. وبعد تحويل الارض انها صالحه للبناء، سعر الارض وصل لنص مليار يورو، وده كان كفيل انه يحل للنادي مشاكل الديون ويجيب صفقات جديده ويبني مقر جديد للتدريبات ب 100 مليون يورو. كما انت عظيما يا بيريز. طبعا بعد ريال مدريد ما حل مشكله الديون والنادي بقى فيه الفلوس اللي يقدر يشتري بيها اللعيبه، بكده بيريز يقدر يحقق جيل الجلاكتيكوس اللي بيحلم بيه. وعلى طول بيريز بيعلن التعاقد مع زيد الدين زيدان زيزو، وكان ساعتها زيزو نجم يوفنتوس ومنتخب فرنسا، وكان جاي ساعتها قيمه الصفقه 77 مليون يورو ونص. وعلى عكس المتوقع، زيزو ما تاقلمش بسرعه مع ريال مدريد، وكان في انتقاد كبير جدا من الجماهير، بس كان الموضوع مساله وقت. وبعدها زيدان ألمع بريقه مع ريال مدريد. في موسم 2002 ده ريال مدريد توج بلقب نادي القرن، وكمان لويس فيجو بياخد جائزه البالون دور كافضل لاعب في العالم. وفي نفس موسم 2002 ده كان موسم المئويه بالنسبه لنادي ريال مدريد. مع كل الانجازات والشو ده، المفروض ريال مدريد يخش الموسم ويحقق الثلاثيه، بس ده ما بيحصلش لان الفريق بيخسر نهائي كاس الملك يعني قدام لابورتيفو 2-0 على ملعبه وسط جماهيره. هتقولي مش نهائي الكاس الملك ده المفروض يكون على ارض محايده؟ هقول لك المفروض، بس الاتحاد الاسباني خلى النهائي على ملعب السانتياغو برنابيو، وكمان يوم مئويه ريال مدريد. بعدها بفتره مش كبيره ريال مدريد بيخسر تاني لقب ليه، واللي هو الدوري، واللي كسبه ساعتها فالنسيا، واللي غفل فيه ريال مدريد وبرشلونه. الريال ما عادش ليه غير دوري الابطال، ومن حال ريال مدريد كده بالظبط في البطولات. باير ليفركوزن كان بينافس على كل البطولات، في ظرف حوالي 9 ايام خسر كل البطولات دي، دوري وكاس المانيا ودوري ابطال اوروبا لصالح ريال مدريد 2-1. وطبعا نفتكر الماتش ده بالجول الفانتاستيك المشهور لزيد الدين زيدان. وريال مدريد بيختم موسم 2002 بدوري الابطال، بس هم اكتفوا بكده. بس الفريق على مستوى الرواتب ما كانش مستقر خالص، لان كان في لعيبه زي زيدان وفيجو كانوا بياخدوا رواتب عاليه جدا. تيجي بقى تقارنهم بلاعب زي ماكيليلي ما بياخدش نص مرتبه، مع انه وسط ملعب الفريق بالتحديد واقف على رجله بسبب ماكيليلي اصلا. ماكيليلي طلب من بيريز انه يزود له مرتبه، بس بيريز رد عليه وقال له ان انت اقل لعيبه عندي في مبيعات القمصان، ولو عايز تمشي امشي. ساعتها ماكيليلي بيقرر انه يروح تشيلسي لابو مورينيو، وده اثر على الفريق بشكل كبير، ومفيش حد عارف يأدي دور ماكيليلي في وسط الملعب. وقبلها بحاجات بسيطه كان لسه ريال مدريد متعاقد مع الجلاكتيكوس الثالث وهو رونالدو الظاهره. بيريز اختار رونالدو لانه كان لسه كسبان كاس العالم بتاع كوريا واليابان 2002، وكان المرشح الاول للبالون دور كافضل لعيب في العالم. ساعتها الصفقه دي بتتم ما بين ريال مدريد والانتر ب 45 مليون يورو، وكانت ممكن توصل ل 35 مليون يورو لو كان لوريس راح الانتر، لكن لوريس بيرفض والصفقه بتخلص على 45 مليون يورو. ريال مدريد كالعاده بيبتدي موسم 2003 زفت الزفت، نتائج متذبذبه وبتاع، ورونالدو قعد اول 6 ماتشات ما سجلش غير هدف واحد، وشكله هيفضحنا ابن الواطيه، وده ادى ان الجماهير فشخته انتقادات. بس بعدها ريال مدريد بيروح كاس العالم انديه في اليابان وبيكسب البطوله 2-0 على حساب اولمبيا الباراجواياني، وخلي بالك رونالدو سجل هدف في الماتش ده. المهم رونالدو بيرجع اسبانيا بيلاقي جايزه البالون دور مستنياه، وعشان بعدها نفسيته تتفتح على الاهداف. لكن على مستوى دوري الابطال ريال مدريد بيعدوا دور المجموعات كوصيف في المجموعه ورا الاي سي ميلان عشان يتاهلوا للدور اللي بعده ويقابلوا مانشستر يونايتد. ماتش الذهاب بيخلص 3-1 لصالح ريال مدريد في السانتياغو برنابيو، اما في ماتش العوده في الاولد ترافولد كانت ليله تالق رونالدو الظاهره، وسجل رونالدو هاتريك في الماتش ده عشان يتاهل بريال مدريد للدور اللي بعده رغم الخساره 4-3، لكن كان مجموع الماتشين لصالح ريال مدريد. لكن ريال مدريد بيخرج بعدها على ايد يوفنتوس الايطالي ب 3-0 في ايطاليا، وجماهير ريال مدريد بعدها طلبت ان ديلبسكي يمشي. ديلبسكي ده اللي كسب بمنتخب اسبانيا كاس عالم 2010. شفت الدنيا دواره يا اسطى. بس ريال مدريد بيكسب الدوري، لكن بيخرج من كاس الملك على ايد ريال مايوركا ب4 تجوان. بعد نهايه الموسم بيريز بيعلن التعاقد مع الجلاكتيكو الثالث ديفيد بيكهام،
وكينج الميديا الانجليزيه، ودي كانت حاجه متفصله على دماغ بيريز، لعيب واحد بيجمع بين الشهره والفنيات، وده هيؤدي ان الفريق يكسب اكتر واكتر واكتر واكتر، اذا كانت اعلانات او مبيعات او حتى مشاهدات. بس في مشكله بقالها سنين ولسه مستمره في النادي، وهي ضخامه المرتبات لبعض اللعيبه او اللي هم المشاهير، وده ادى ان بقى في الفريق فئه غنيه جدا وفئه فقيره جدا، فئه بتاخد مليون وفئه بتاخد 10 مليون. انت متخيل الارقام دي كانت ازاي بتدفع زمان؟ وده كان شبه عامل حرب في اوضه اللبس، وكان العامل الرئيسي في كل ده هو بيريز، وكمان اقال دولبوسكي، وبعدها عين كارلوس كيروش كمدير فني. اكيد فاكره يعني رجل دعاء المطر، مش محتاجه فزلكه. المهم ريال مدريد عمل كارثه، لحم الموسمين ببعض بدون راحه، وفتره الاجازه المفروض اللعيبه كانت تقضيها عمل جوله في اسيا، وبعدها بدا الموسم على طول. ريال مدريد غير العاده بدا الموسم بدايه مستقره لحد نهائي كاس الملك، واللي خسروه ساعتها قدام ريال ساراخوستا. ساعتها قال ايه؟ افتكروا ان الفريق على مستوى الدفاع ضعيف جدا، وهم اصلا على مستوى السنين اللي فاتت كانوا بيهتموا بالنجوم بس، واللي هم كلهم يعتبر على مستوى خط الهجوم. وازاي اللعيبه هتجيب اهداف وبطولات واللعيبه اللي جنبها مش جايبه حتى نص مستواهم؟ مهما كان الجلاكتيكو جامد، بس الاجهاد اثر عليهم بشكل كبير بسبب ان هم ما خدوش راحه ما بين الموسمين، وده اثر على الفريق كله مش الجلاكتيكو بس. وده ادى ان الفريق خرج من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا قدام موناكو الفرنسي بفضيحه، وكمان خسروا الدوري في المركز الرابع، وطبعا خرجوا موسم صفري. طبعا قالوا يكروش السكه اللي تودي واكلوه، وتجابوا بعدها كاميتشو، وهنا يبتدي الفريق يظبط حاله بعد ما كاميتشو بدا يفرض نظام جوه الفرقه سائد على كل اللعيبه، وده كان فعلا اللي كان الفريق مفتقده. وده ادى ساعتها ان لعيبه الجلاكتيكوس تقعد دك، وده طبعا كان مزعل بريز، ازاي تقعد النجوم دي دك؟ وادى كمان ان العلاقه ما بين بريز وكاماتشو تبقى متوتره، غير كمان ان كاماتشو صلح من حال الفريق على مستوى خط الدفاع، واللي كان بقاله سنين الاداره متجاهلاه، وساعتها تعاقد مع ويت جيت وصامويل. طبعا بريز ما يسيبش الميركاتو غير ببصمته عشان يجيب مايكل اوين الفتى الانجليزي، بس الفريق حواراته كترت والموضوع خرج بره الرواتب والكلام ده. نجوم الشباك اللي كان بريز بيجيبهم كل سنه بقوا كلهم بيلعبوا في نفس المراكز، ما عادش في تغيير. يعني لعيبه زي مايكل اوين وبيكهام وفيجو بيلعبوا في نفس المركز، والثلاثي دول لازم يلعبوا غصبا عن اي مدرب. هتقول لي ازاي؟ هقول لك معرفش. المدرب مطلوب منه ان يلاعب زيدان وفيجو ورونالدو الظاهره وبيكهام ومايكل اوين وراؤول كمان. هو كده ماليش دعوه، انت كمدرب المفروض تتصرف. ساعتها كاماتشو بيتخانق وبيفضح الاداره وبيقدم استقالته. بعدها بريز بتعاقد مع رامون، بس ده كان شروطها، واللي كان بيتقال عليه كان بيعمله حتى لو مؤاخذه ملناش دعوه. المهم بعدها بيكلوا رامون لسوء النتائج، بعدها الاداره بتجيب لينشنبرج، والاداره مش مقتنعه ان العيب من عندهم مش من عند المدربين، وبعدها بيتعاقدوا مع لعيب وسط اسمه جريفزن، وكمان من الكاس على ايد ريال ساراكوستا، وكمان خسرت الدوري في المركز الثاني ورا برشلونه للموسم الثاني على التوالي برضه. وساعتها زيدان بيعلن اعتزاله، واللي حصل بعد كاس عالم 2006. وبعد 3 مواسم صفريه ريال مدريد بيمشي ديفيد بيكهام ورونالدو الظاهره، ورسميا انتهاء جيل الجلاكتيكوس لريال مدريد ب5 بطولات بس في ظرف 3 سنين او 4 يعني مش فاكر. على قد ما جيل الجلاكتيكوس كان فاشل خططيا وفنيا، وده طبعا ما كانش فيه اللعيبه بس، كان فيه الاداره كمان، بس الفريق على الجانب الاقتصادي والمبيعات حقق ارباح كبيره جدا ومهوله، واللي قدرت ساعتها تتخطى عوائد البث التلفزيوني. امر رحلات اسيا بتاعت كل سنه دي كانت ليه؟ ما عشان يكسب الجمهور الاسيوي، واللي ممكن عمل كده ريال مدريد عشان ما عرفش يجيب لعيب من اسيا، مش عشان هم ضعاف، هم عشان مش لاقيين لعيب مميز فيهم وهم مهتمين بيه. طبعا ريال مدريد طبيعي كسبت جمهور امريكا اللاتينيه بعد ما اشتروا لعيب زي رونالدو الظاهره. ودي كانت حكايه جيل الجلاكتيك. انزل بقى ارزع اللايك والسبسكرايب والكومنت، وعايزك تقول لي عايز عن مين الحلقه الجايه. سلام.